تحضير المايونيز ممكن تحضريه ببيتك بأسهل تحضير، وفعلا بيعطي طعم مميز لكتير وصفات. المهم ما تنسي تروحي على قناتي القديمة تشوفيها، حضريها بالبيت، سهلة وكتير طيبة، وولادك رح يعشقوها. والله العظيم إذا قلت من هون لبكرة طيبة بكون مقصرة بحقها. هلأ رح نحضر المايونيز بأسهل تحضير. بيضة، معلقة كبيرة خل، ممكن خل تفاح، خل عنب، خل أبيض، جود بالموجود، معلقة كبيرة، معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة عصير ليمون. الماستردة أو الخردل بيعطي طعم مميز، معلقة وحدة كبيرة، هذا هو. ملح، وشخصيا ذوق شخصي براس المعلقة بهار أبيض بيعطيكي طعم مميز، جربوها ما بتندموا. زيت، ممكن زيت نباتي، ممكن زيت زيتون، وممكن خليط بين الاثنين. رح أخلط وأنزل الزيت مثل الخيط وأنا عم بخفق. ممكن ياخد معك 3/4 كوب زيت، وممكن نصف كوب زيت. بتخلصي خفق بحيث تقلبي الصحن هاد وما ينزل الخليط. هذا دليل النجاح والقوام اتماسك، هو الزيت والبيض اللي بيمسك المايونيز. بدك يا أبيض ناصع زيادة عن اللزوم، قللي مقدار المستردة، حطي الخردل معلقة صغيرة، وحطي عواضة لبن زبادي يوناني، وشوفي الطعم الأطيب. للأمانة عم بعطيكي عدة خيارات. البعض بحط سن توم واحد مطحون، وهذا اختياري وحسب الذوق الشخصي. بتحبي التوم حطي سن توم، ما بتحبي استثني.